السلام عليكم. استكمالا لكلام زيزو مع ابراهيم فايق وكشف الحقائق، هتسمعوا النهارده جزء مهم جدا جدا في الكواليس اللي حصلت بعد موضوع السفاره الامريكيه وذهاب زيزو واستخراج تاشيره السفاره الامريكيه بنفس الكده. طبعا هم كذبوا قبل كده في موضوع، طلعوا كذبوا زيزو لما قال على عرض الشباب السعودي وعرض الاتفاق السعودي وعرض نادي اليوم السعودي، وطلعوا قالوا ما كانش فيه اي عروض جديه. انا جبت لكم في الفيديو اللي فات، وطبعا طلع الكلام ده على صفحه نادي الشباب السعودي، جبت لكم العقد، صوره من العقد الرسمي اللي كان بعته نادي الشباب السعودي مشكورا لنادي الزمالك، واللي هو فيه 6.5 مليون دولار متفقطين على الثلاث سنوات ومتظبطين في العقد ومختوم بختم نادي الشباب. ما يقدرش طبعا يطلعوا يكدبوا الحته دي. وكمان جبنا لكم مصدر من نادي نيوم لما قال ان فعلا الكلام اللي قال زيزو عن العقد كان فعلا كلام مظبوط، وحتى مندوب الاتفاق السعودي قال فعلا كنا متواجدين في الوقت ده، ورفض مندوب الزمالك يتفاوض معانا، وقال ان هم كانوا عايزين يحطوا شرط في نادي نيوم، شرط في الاتفاق ان هو ما يرجعش على النادي الاهلي. طبعا كلام فاضي، انت بتبيع اللاعب يعني ما تتحكمش فيه بقى في مستقبله بعدين، يعني حاجه من ضمن الخرافات. والا انت مش واثق في نفسك، يعني انت خايف انه يرجع على نادي تاني، معناها ان هو قرفان منك وانت زهقته في عيشته، وخايف ان هو يروح نادي تاني. ما هو لو كان حابب المكان اللي هو فيه كان اكيد 100% يا اما كان هيفضل يا اما كان هيفضل ان هو يرجع ليه. لكن معنى ان هو ماشي قرفان وطهقان وانت خايف ان هو يروح لنادي تاني، فمعناها ان انت اكيد نادي غير مرغوب فيك. نسمع الجزء بتاع سيد زيزو طبعا، وهنكمل لكم المهم، لان احنا النهارده جبنا لكم صوره من امريكا، ونزل بعض الصور من مدينه ميامي بعد ما وصل لمدينه ميامي، وصور جبنا لكم لاستقبال امام عاشور وبن شرقي وكل اعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق كره القدم لزيزو، وبدأ مع النادي الاهلي رسميا. تعال نسمع جزء من كلام زيزو ونرجع مع بعض. امتى خلاص كان الموضوع حسيت ان هو اتقفل في الزمالك، احنا خلاص هنفتح صفحه؟ هو بعد ماتش ستيلن بوش خلاص استلم بوش، خلاص الموضوع انتهى. ستيلن بوش والشتيمه والخوض في العرض والحاجات اللي حصلت من واحد انت ما شفتش منه حاجه وحشه غير ان انت سمعت ان هو عمل كده بناء على راي حد الله اعلم بنيته، بس قال لك ان ده عمل كده، مضى في الاهلي او الحاجات دي كلها. طيب فبناء عليه انت عملت حاجات، لا خلاص ايه ده، حتى لو في فرصه لان انت يعني انت لسه بتفكر في الموضوع، تنازل شويه، معلش الناس هتعتذر لك بطريقه او قعدت اخرى. ليه فتره كبيره ما بتروحش التمرين؟ لان انا اكتشفت بعد ماتش ستيلن بوش راح التمرين بعدها بيوم، كان ماتش تاني يوم، خلاص انا عندي تمرين، كان في تمرين، ما كانش في تمرين مستبعدين، في تمرين تاني يوم، اوكي انا رايح التمرين زي اي يوم. اكتشفت ان طبعا ما فيش حد من العمال هينزل الصوره ويدوس عليها ويدوس عليها ويتف عليها والحاجات دي كلها من غير اوردر من مجلس اداره. يعني ما فيش عامل هيعمل كده. ده تصرف فردي؟ لا طبعا. الزمالك قال ان ده تصرف فردي. ازاي ولو ده تصرف فردي، لو ده تصرف فردي، انت ليه كنادي ما بتطلعش بيان ان احنا بنعتذر عن اللي حصل ده؟ ما كانش ليه سبت الموضوع كده؟ حسيت انه ده في خطر مثلا عليك، ولا يعني انت فسرتها ازاي؟ انا عايز افهم. ايوه طبعا تفسيرك ليه؟ ايوه طبعا. الصوره لما نزلت والشتيمه اللي حصلت في المدرجات والحاجات دي كلها تخليك انا هروح النادي ازاي؟ انت بتقول للناس بدون اي دليل وبدون اي اثبات ده مضى في الاهلي وهيجي لك النادي ومنزل الصوره ودايس عليها، والناس خلاص خدت عنك فكره ان انت، فخلاص ايه ده؟ وقلت لهم ما عنديش مشكله ان انا اجي النادي تاني يوم، بس انت يعني انت عملت كده، اثبت لي ان انت تقدر يعني مش تامني بمعنى تامني عشان الناس بس بتاخد الفكره دي ان انا بقى خايف وفاهم لا خالص. يعني الفكره في ان انت عملت كده، فالمفروض تصلحه باي طريقه بقى.
فتره الانقطاع دي بقى ايه اللي حصل فيها؟ لان انت ما بتبقاش موجود فيها في الزمالك، بدات العروض بقى تكتر اكتر، بدا الاهلي يبقى موجود اكتر، القصه تمشي بالشكل ايه؟ بأي شكل؟ بدأ الموضوع بقى خلاص. انت خلاص كده الزمالك بقى الموضوع بالنسبه لك ما خلاص هو اتقفل قفل. هو قفل خلاص. اصل الموضوع بالنسبه لك دلوقتي انت في مرحله التفاوض مع باقي الانديه، الاهلي على راسهم ومجموعه الانديه اللي انت بتتكلم فيها. بالظبط. دلوقتي اكبر دليل على ان صفقة زيزو عاملة حرقان جامد جدا وهزة نفسية لكل جمهور وادارة نادي الزمالك، الحملة اللي عاملينها لتشويه اللاعب وابن الجعان والجعان مش عارف مين والحافي. ايه يا جماعة ده؟ ايه الشغل ده؟ ده اسمه فجور في الخصومة، فجور. انت بتدل على مدى انحطاط ثقافتك وانحطاط تربيتك. لما لاعب سابك خلاص عقده انتهى معاه. ايه الحرامي وايه الجعان؟ ايه الشغل الحواري وشغل حلق حوش؟ منتهى الانحطاط وقلة التربية في التعامل مع لاعب مشي من عندك خلاص. هل شفت جمهور الاهلي عمل الحملة الرديئة البذيئة دي على لاعب سابه ومشي؟ حتى عبد الله السعيد لما مشي هل الحملة دي اتعملت عليه؟ واللي هو قال لك انا حتى ما فيش حد طلع ايه الجعان والحرام؟ ايه الشغل ده؟ كلام في منتهى البذاءة وقلة الأدب. والغريب أنه مش بيصدر بس من جماهير، لا ده بيصدر كمان من أشخاص محسوبين على أنهم مسؤولين في الزمالك. يعني أنا معرفش مدحت العدل ده إيه موقعه من الإعراب لما كل يوم يستضيفوه في قناة الزمالك ويقعد يشتم في زيزو شتيمة وتلقيحات عامل زي شغل النسوان بالظبط. يقول لك لجنة الاستثمار، ايه اللجنة اللي في نادي الزمالك اسمها الاستثمار وفايدتها ايه؟ وعملت ايه للنادي؟ واشترت كام لاعب؟ وسدد مديونيات ايه؟ ايه هي عملته لجنة الاستثمار؟ شغلة ميدو ايه في نادي الزمالك؟ عمل ايه لنادي الزمالك؟ يا جماعة ما تفوقوا بقى، انتوا بتبيعوا وهم للناس، انتوا ناس فشلة. والله انا بتكلم على موقع نادي الزمالك كمنافس اللي انتهى. ايه انت خدت بطولة الكاس وده ماله علاقته ومال زيزو؟ انت خدت بطولة الكاس بضربات الجزاء وبتفويته واحنا عارفين الظروف ومفيش مشكلة عادي خالص، مش قضيتنا. لكن ايه مستوى الانحطاط الاخلاقي في التعامل مع لاعب سابك ده؟ هل نادي الزمالك وصل للدرك ده كأخلاقيا ورياضيا ومهنيا؟ كل ده وصل بين جمهور لمسؤولين لإداريين لفريق كيان على مستوى الكامل أو مستوى عام. ما ينفعش يا جماعة. دلوقتي اللاعب عقده انتهى، ما جددتوش معاه، ما كانش معاكم فلوس تجددوا له، ما كانش عندكم احترافية في التعامل مع لاعب عايز يجدد. وعايز اقول لكم على مفاجأة مهمة جدا هتحصل في الايام اللي جاية وبخصوص لاعب برضه مهم في نادي الزمالك. بخصوص لاعب مهم، ما انت دلوقتي هتطلع كل اللعيبة خونة؟ ما هو كل الناس مش يعني امام عاشور كان وحش وزيزو وحش وكل الناس اللي سابوك دول كانوا وحشين، الا اذا كان انت عندك مشكلة في النادي لازم تعترف بيها. مشكلة ولا زالت وهتزيد، ان انت بتكابر وما بتعترفش بالخطأ اللي عندك وما بتحاولش تعالج المشكلة وبتصدر للجماهير معلومات خاطئة وبينساقوا وراك. ومش عايز اقول لفظ وحش، لكن انت دلوقتي بتنقص من نفسك، ما بتضرش زيزو خلاص انتظم مع ناديه وبالتوفيق ليه ان شاء الله باذن الله، ويحقق نتائج جيدة مع النادي الاهلي في نادي كبير هيعرف يحافظ عليه كويس جدا، يعرف يتعامل معاه كويس، هيعرف يحقق معاه بطولات. شوف الفرق من اول بداية عاشور امام عاشور بدايته مع الاهلي، وشوف دلوقتي امام عاشور فين من ناحية انجازاته، اخلاقياته، فنياته. شوف الفرق، والاعمى لازم يشوف. يعني شوف الفرق بين امام عاشور بداية ما جه الاهلي وامام عاشور دلوقتي عامل ازاي. في غير يا جماعة التربية والاخلاق والثقافة والفنيات والامكانات بتفرق مع اللاعب كتير جدا جدا. عشان كده قلت قبل كده ان انتقال اللاعب للاهلي مش فلوس وبس، لا انت ممكن تاخد فلوس اقل لكن بتاخد حاجات تانية كتير اهم كتير جدا جدا من الفلوس مش هتلاقيها في اي نادي نهائي.
من ناحيه الامكانيه ان انت تحقق بطولات وتعمل اسم وتعمل لك تاريخ. شوف لعيبه كتير خرجوا من انديه اخرى ودخلوا وخرجوا ومحدش حس بيهم، مش مكتوبين في صفحه التاريخ ان هم عملوا اي حاجه في الكره المصريه. لكن شوف في لعيبه كانت امكانياتهم متوسطه ولعبوا في النادي الاهلي وعملوا بطولات بتاريخ نادي الزمالك بحاله ومن غير ما نذكر اسماء. شوف دلوقتي لعيبه مسجله ان هي لعيبه حريفه ولعيبه كانت عندها امكانيات مهريه لكن ما عملتش تاريخ، زي رضا عبد العال وحمد عبد اللطيف مع كامل الاعتذار يعني. لكن وجودهم في النادي الاهلي بيفرق، بيعمل اسم وتاريخ. انا محدش يزعل مني، اعتقد ان حسام حسن لو كان بيلعب في نادي غير النادي الاهلي ما كانش عمل التاريخ اللي عمله. عصام الحضري الاسطوره اللي بيقول على نفسه اسطوره، لو لعب في نادي غير النادي الاهلي ما كانش عمل التاريخ اللي عمله. هو ده النادي الاهلي يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين.